في عالم المسلسلات قليل جدا لما تلاقي عمل بيغير قواعد اللعبه. بريكنج باد ده مش بس غير القواعد، ده مسح الترابيزه كلها وابتكر قواعده الخاصه. ووسط كل ده عندنا بقى والتر وايت، شخصيه هتخليك تعيد التفكير في معنى الخير والشر، وهتفضل تسال نفسك هل هو بطل مأساوي وضحيه للظروف، ولا هو وحش اتولد من جديد؟ بصوا يا جماعه، قبل ما ندخل في تفاصيل التحليل، بريكنج باد مش مجرد مسلسل جريمه او دراما عاديه، ده مسلسل عن التحول، عن ازاي بني ادم ممكن يبقى في نقطه عاديه جدا ويتزحلق في منحدر الشر لحد ما يوصل ويبقى فيها شخص تاني خالص. الموضوع مش بس مخدرات ولا تجاره ولا جريمه، الموضوع رحله نفسيه وفلسفيه وانسانيه، وده اللي خلى بريكنج باد مش مجرد مسلسل ناجح، ده بقى مدرسه في الحكي وصناعه الشخصيات. والتر وايت مدرس كيمياء بسيط جدا، شغال في مدرسة ثانوي وبيشتغل شغلانة تانية في مغسلة عربيات علشان يعرف يكفي بيته. عنده عيلة، مراته اللي هي سكايلر وابنه الصغير جونيور وطفلة جاية في الطريق. بيكتشف انه عنده سرطان رئة، وهنا بيحصل له لحظة التحول. الراجل اللي عاش طول عمره مكبوت ومحبط وشايف نفسه أذكى من الناس اللي حواليه، بس عمره ما خد فرصته. يقرر بقى يستخدم علمه في الكيمياء، بس مش في التعليم ولكن في صنع الميث. I am not in danger, Skylar. I am the danger. أنا مش في خطر يا سكايلر، أنا الخطر. الجملة دي مش مجرد حوار، ده إعلان رسمي لميلاد هايزنبرج. في الأول والتر بيقنع نفسه إن هو بيعمل كده بس علشان يأمن مستقبل عيلته بعد ما يموت، بس مع الوقت بيتضح إن الموضوع مش بس فلوس، الموضوع كرامة وسلطة وإيجو. والتر كان طول حياته مهمش، متساب على جنب، والنهارده بقى عنده عالم كامل هو اللي بيتحكم فيه، وده بيخليه يدخل في صدامات مع أكبر تجار المخدرات ومع الشرطة ومع نفسه. هنا بقى والتر ما بقاش الراجل اللي نعرفه في البداية، أي خط رجعة اتقطع، قراراته بقت أكثر وحشية، مبرراته بقت أضعف، واللي كان بيقوله أنا بعمل كده علشان العيلة بقى مجرد شماعة. الراجل نفسه اعترف في الآخر. I did it for me. I liked it. I was good at it. And I was alive. عملتها علشاني أنا كنت بحب ده وكنت شاطر فيه، والأول مرة كنت حاسس إني عايش. ودي واحدة من أعظم لحظات الاعتراف في تاريخ الدراما. جيسي بينكمان، التلميذ الفاشل اللي بقى شريك والتر، علاقته مع والتر زي علاقة الأب مع الابن، بس الأب سمه سموم حرفيا. جيسي بيمثل الضمير اللي كل مرة بيحاول يبعد والتر بيرجعه. سكايلر الزوجة اللي اتشدت في وسط الكابوس ده، في نظر ناس كتير هي غلسة، بس الحقيقي هي الإنسان الطبيعي الوحيد اللي شايف الراجل ده بيغرق. هانك بقى نسيبه، اللي هو ضابط الشرطة اللي كان بيجري ورا أكبر تجار المخدرات ومش عارف إنه قاعد معاه على نفس السفرة. جوس واحد من أذكى وأبرد الأشرار اللي اتعملوا في تاريخ الدراما. مقابلته مع والتر كانت عاملة زي لعبة الشطرنج بس على حياة وموت. أما بقى سول فده المحامي الانتهازي اللي لولاه نص البلاوي دي ما كانتش هتحصل. براين كانستون اللي هو عمل دور والتر قدم الشخصية بشكل يخليك تصدق إنك بتشوف شخصيتين في شخص واحد. التحول من والتر الضعيف لهايزنبرج المرعب كله كان في وشه وفي صوته وفي وقفته. جيسي كمان قدر يخلي شخصيته كأنها كوميك ريليف في البداية، لكنها بتتحول لواحدة من أكتر الشخصيات المأساوية. طاقم الإخراج لعبوا على الرمزية بشكل عبقري. ألوان اللبس للشخصيات كانت بتعكس حالتهم النفسية، زوايا الكاميرات الغريبة من جوه الصندوق، من تحت الأرض، كل ده كان بيخليك حاسس كأنك محاصر جوه الشخصيات. المسلسل ما فيهوش صدفة، كل تفصيلة صغيرة إن شاء الله في السيزون الأول ممكن تلاقي صداها في السيزون الأخير. المسلسل اتبنى على الكوز اند افكت، كل فعل له رد فعل، مفيش حاجة بتروح حاضر. الصحراء في نيو مكسيكو ما كانتش مجرد خلفية، دي كانت شخصية في حد ذاتها. المساحات الفاضية والحر والعزلة كلها انعكاس للفراغ اللي جوه والتر. الموسيقى التصويرية والاختيارات الغريبة للأغاني كانت بتلعب دور أساسي في المزاج العام للمسلسل، من أول التتر المميز لحد أغنية بيبي بلو في الآخر، كل حاجة وكان ليها معنى. بريكنج باد مش مجرد مسلسل، ده عمل متكامل من حيث الكتابة والتمثيل والإخراج، كل حاجة. رحلة والتر وايت هتفضل علامة في الدراما، وهتفضل مثال يتدرس ازاي تكتب شخصية معقدة ومثيرة للجدل. أنا بالنسبة لي هدي المسلسل ده 10 من 10 ولأول مرة.
وفي النهاية والتر وايت كان ضحية ولا كان وحش من البداية بس مستني الفرصة؟ هل هو بطل مأساوي زي هاملت وماكبث ولا مجرد مجرم أناني غرق في أوهام العظمة؟ اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم، أنت شايف والتر وايت اتظلم ولا أخذ اللي يستاهله؟ وساعتها هنفتكر جملته اللي عمرك ما هتنساها. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. وبكده نكون وصلنا لآخر الرحلة، رحلة مش هدفها بس نحكم على الأعمال، لكن نفهم ونستمتع ونفكر. لو الحلقة عجبتك قول لي رأيك في الكومنتات وشاركها مع اللي بيحبوا التحليل زينا، وما تنساش تشترك في القناة. وخليكم فاكرين الحكايات كتير لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكاية الصح.